ليه ما نعملش نتورك ما بينهم، وليه ما نعملش مظله قانونيه توفر ان كل واحد بدل ما يبقى عنده حد قانوني ليه لوحده او حد يعني امبريلا خاصه بيه، نعمل امبريلا خاصه بالتنميه كلها ونحط تحت التنميه دي كذا حاجه، الناس اللي بتشتغل على الهويه، الناس اللي بتشتغل على التنميه من ناحيه الشارع، الناس اللي بتشتغل بالبحث العلمي واهميته. وده وصل في الاخر ايهاب عبده والتيم اللي معاه بداوا بمسجات وايميلات على الفيسبوك وعلى الايميل، ساعتها كان اكتر هي الحاجه المستخدمه، وقالوا خلاص يلا نتجمع وعملوا فعلا نهضه المحيط. النهارده هم فكرتهم او الحاجه اللي نفسهم في الحلم الابعد ان هم يعملوا انكوبيشن بس للمشاريع اللي خاصه بالهندسه والساينس والاجريكلتشر والكمبيوتر ساينس، يعني يعملوا انكوبيشن للحاجات العلميه بس جنب الحاجات اللي خاصه بالتنميه بسيركل مفتوحه واوسع واشمل. نهضه المحروسه بتعتمد على كذا حاجه وهي اللي مخلياها لغايه النهارده معروفه واخده المركز الخامس من اليو ان على مستوى العالم العربي في المنظمات الخاصه اللي هي الامبريلا او بتعمل انكيبيشن لحاجات كتيره، وعشان كده هي لسه فاضله. الحاجات ديت اللي مخليها واقفه على رجليها منها ان هم معتمدين على احترام الاخر رغم في اختلاف كتير ما بيننا، كلنا مختلفين عن بعض، كلنا بنتكلم كل اللغات وكل واحد فينا اتربى في مكان مختلف، بس كلنا قادرين نتكلم وندافع على نفس الحاجه، ان احنا عارفين كلنا ان مصر مش هتنهض غير لو كل واحد يشتغل من مكان من تحت، مش كلنا طلعنا فوق في السياسات والحاجات دي. فدي الفاليوز بتاعتنا. نعمل ايه دلوقتي؟ دلوقتي احنا فتحنا راوند جديده للانكوبيشن، فكل حد عنده بروجكت مش خاص بالهندسه او اي حاجه ممكن يقدم في الانكوبيشن دي. وممكن شيرين اعرفكم على شيرين، هي كوردينيتور للبروجرام اللي انا جايه منه واللي هعرفكم عليه دلوقتي. وبقى لها فتره معانا وجايه سعيده. ده الويب سايت بتاعنا، في بارت خاصه بوات يو دو وات يو كان دو. هنا هتلاقوا كل حاجه اكتر ازاي تشاركوا معانا حتى لو انتم مش عندكم بروجكت خاص بيكم. ولو دخلنا في السوشيال انتربرايز هتلاقوا بارت فيها الانكوبيتد سوشيال انتربرايز من ساعه ما نهضه المحروسه اتعملت. ممكن تيجي نخش عليها. وهنا اقدر نخش على احنا مين. انا جايه من بروجكت خاص بالجمعيه اتعمل من كام سنه اسمه ذا يانج انوفيتورز اوورد، جوائز المبتكر الشاب. بدانا من زمان قوي، ممكن بدانا من زمان قوي من ساعه تاني سنه اتفتحت فيها نهضه المحروسه ان احنا ندعم الشباب اللي عندهم ابحاث تخرج بس، ندعمهم ماديا ب 6000 جنيه، مبلغ بسيط انا عارفه، بس كان الفكره ان احنا نقول لهم في ناس واثقه فيكم في الابحاث اللي انتوا بتعملوها، ارجوكم كملوا، احنا مؤمنين باهميه وجودكم، شكرا انكم موجودين. وعشان كده بدا بقى ايه في كل المحافظات الجمهوريه لاربع كليات، كمبيوتر ساينس وهندسه وساينس واجريكلتشر، بدا ينعمل الكومبيتيشن دي كل سنه للناس اللي في الجراديويشن بروجكت، ونديهم فلوس بس للناس اللي بتخش طبعا الكومبيتيشن اللي بيكسبوا فيها عشان خاطر نقول لهم كملوا، اتس جاست ستيب. طبعا احنا من اول 2004 موجود ذا يانج انوفيتورز اوورد بروجرام، وكسب معانا 670 جراديويشن بروجكت من ساعه ما عملنا الكومبيتيشن دي. فاول حسينا ان في ناس كتير، شباب كتير متحمسين للفكره وبيقولوا لنا بليز خدوا ستيب ثانيه، مش كفايه ان انتوا بس تدعموا ابحاث التخرج، انتوا مهم اكتر تفتحوا السيركل بتاعتكم في ناس مش في اصغر او اكبر، يعني مش بس في اللي بيتخرجوا عندهم بروتوتايب ونفسهم ان حد يعني يديهم طاقه اكتر عشان يحسوا ان هم موجودين. ده كان شغلنا اكتر السنه اللي فاتت، بنحاول نقنع الناس اللي بتفند الحاجات اللي زي كده عشان نقول لهم بليز اعملوا فند للناس اللي عندها بروتوتايب، عشان نقول لهم انتوا عملتوا بروتوتايب بيرفكت بليز خدوا ستيب ثانيه. وعمرنا ما بنسال حد في الجراديويشن بروجكت او في البروتوتايب انتوا بتعملوا ايه بالفلوس. احنا اهم عندنا حاجه ان احنا نقول للناس احنا مؤمنين باهميه البحث العلمي، كملوا في البحث العلمي وخدوا ستيب ثانيه لوحدكم او حتى لو حد تاني اداكم بوش اوكي، بس لازم تكملوا لوحدكم. عشان كده احب احكي لكم الاول عن السكسس ستوريز. السنه اللي فاتت عملنا حفله كان هدفها ان احنا نعرف احنا وصلنا لفين، ونعرف احنا فعلا عايزين ناخد ستيب جديده ونعمل كومبيتيشن للبروتوتايب ولا لا. فالحفله دي جبنا فيها كل الناس اللي قادره تشارك معانا، وكانت كسبت معانا من سنه 2004 في جراديويشن بروجكت، بس ما توقفوش على البحث بتاعهم وخلاص اول ما اتخرجوا، لا هم طوروا من البحث بتاعهم وفتحوا شركه خاصه بيهم، او بيحاولوا يفتحوا شركه خاصه بيهم، او بيحاولوا يقنعوا الجهات الحكوميه بتنفيذ المشاريع بتاعتهم لو المشاريع بتاعتهم خاصه بالحكومه. صورنا مع اثنين منهم وهم اللي عرضناهم في الحفله بتاعتنا بتاعت السنه اللي فاتت اللي كان اسمها شاب يبتكر مصر تزدهر، ومكملين
حركوا المايك عشان تسمعوا حاسس ان البلد دي بتاعت ان هو لازم يتغير عنها. واحنا بنجينا في مصر التخرج
المشروع بتاعنا يقدر يعالج المشكله موجوده دي، مشكله صعبه خالص. فمن اكثر المشاكل الموجوده حسيته احنا عاملين السيستم ده احنا اللي عاملينه في مصر هيقدر يحمل السيستم في مصر، لان لو جينا بصينا بره هتلاقي في تركيا او لندن بيقدروا يطبقوا سيستم دي تعالج المشكله. احنا ليه لا نجيب سيستم خاص بينا في مصر يقدر يعالج المشكله؟ مصر اكيد كونسيدريشن سيستم هنعمل له تكنولوجيا اسمها الاي 3 دي. كل عربيه لو فيها اي 3 دي مميز منها وعلى جانب طريق جديده الفئه بتاعتها. فالعربيه اللي ماشيه هقدر ايدنتيفاي العربيه دي واحسب سرعتها. فبالتالي لو العربيه دي عملت مخالفه هقدر اعمل اسجلها اوتوماتيك وتظبط الجروب. بالتالي ده دور الاصوات الاشاره بلس ان انا لو خدت اهل بعض العربيات مثلا 10 عربيات مش على الطريق اقدر احسب سرعه الطريق ايه. عايز احسب سرعه الطريق مستفيد من كده ان انا عايز اخلي اشارات المرور اداه، بمعنى ان الطريق الزحمه هياخد وقت اطول من الطريق الزحمه، وبالتالي المشكله اللي الزحمه هيقل شويه. كذلك برضه عندنا عند بوابات المدن بقى عامل كارت واقف، انا مش عايز كده، انا عايز بس مجرد ما تيجي تعدي تبقى شاحن وسيله معين وتيجي تعدي البوابه تحصل وسيله ثانيه، مش عايزين اكتر من كده. فالمستشفى دي كلها بتديني داتا بتترفع على السيرفر. انا بقى في عندي سيرفيس في كذا فيها. اول حاجه بالنسبه لليوزر بيبقى في عنده ابلكيشن على الاندرويد موبايل ابلكيشن بيقدر عليه فلتر دي تقدر توصل له كذا فانكشن. اول فانكشن ان هو يقدر يعرف 5 مرات حوالي ايه رسمه او فاضي او كده. ثاني فانكشن ان هو اعرف اوصله من النقطه الثانيه في اقل وقت، على عكس السيستم الثانيه ممكن توصله بس مش هو دلوقتي اهم حاجه يوصل خلاص. ثالث حاجه كمان ان انا بقدر ان انا ادله على محطه البنزين اللي حواليا، ايه محطه البنزين اللي فيها بنزين كمان عشان ما يكونوش ضيع وقت في مكان ملوش لازمه. ده بالنسبه لليوزر. بالنسبه للحكومه انا عندي داتا بيس فيها كل حاجه خاصه بالطريق، العربيات ماشيه على الطريق ايه، سرعتها ايه، حركتها ايه، وبالتالي انا اقدر اعمل مونيتورنج للعربيات على المونيتورنج بتاعت كل العربيات. لو انا صاحب شركه سياحه او شركه او اسعاف او كده فانا بقدر اقدم لك خدمه تراكنج خاصه بالشركه بس. انا عايز اتراك العربيات اللي ماشيه في الطريق عشان اعرف اوصل دلوقتي، بقدر اقدم لك الخدمه دي بلس ان انا بقدر اعمل ماركتنج، اقدر اروح صاحب المحل صاحب المطاعم صاحب الفندق او كده اقول له تعمل اعلانات عندي مقابل مادي كذا. لما بدأنا تنفيذ المشروع قابلتنا صعوبات كتير قوي. اول حاجه احنا كنا عشان نبني السوفت وير بتاعنا عشان محتاجين نتعلم الموضوع برمجه كتير قوي وده كان اخد وقت ومجهود كتير. ثاني حاجه احنا كنا محتاجين دعم، عشان نعرف نكمل المشروع بتاعنا، محتاجين حد يعمل سكريبت. فكان دكتور شريف اللي مشرف على المشروع بتاعنا قال لنا ان في مسابقه اسمها واي اي قدموا فيها وان شاء الله تكسبوا، وقدموا فيها وبالفعل الحمد لله خدنا جايزه. بس ساعتها كتير معنويا ان في حد فعلا قال السكريبت، ساعتها ماديا ان احنا نقدر نشتري حاجات نهتم بيها البورت فايل بتاعنا، فدي كانت حاجه ان احنا نبدا نعرف نكمل المشروع ازاي. ان احنا مشروعنا يتم ان شاء الله حاجه الناس اسهل كتير، نطلع توصل من مكان تاني في وقت اقل، كمان خسائر النقد بسبب المرور تقل وبالتالي ده الانتاج القومي بتاعنا القومي يبقى غير البلد. اسف على فترة الفيديوهات، بس على قد ما هي فيديوهات طويلة على قد ما هي بتبقى مهمة جدا. هي بتديني انا نفسي افكار وبتديني، فتخيلوا بقى لما هتدي ناس متخصصين وبيفهموا اكتر في المجالات دي هتديهم افكار قد ايه وهتديهم طاقة قد ايه. من الحاجات اللي هو بيعملها ان هو يدعم الناس يعمل لهم فيديوهات زي دي عشان خاطر يقدروا يسوقوا لافكارهم ويقدروا ينشروها في الاماكن الصح. احنا لا يمكن نعمل دوت بس هم يقدروا ده، لكن هم مثلا ما يقدروش يصوروا بطريقه بروفيشنال، فاحنا نساعدهم ونلينك معاهم ما بينهم وما بين ناس ثانيه يقدروا يصوروا بطريقه بروفيشنال في الستايل بتاعهم عشان يعرضوه. تاني كومبيتيشن عندنا وهي اللي هنبداها السنه دي، واتمنى انها تبقى لطيفه وتبقى فعلا هادفه ونعرف في الاخر احنا محتاجين نعمل الكومبيتيشن الثالثه ولا لا. الكومبيتيشن الثانيه هي بروتوتايب كومبيتيشن، ودي خاصه اكتر بالناس اللي عندها بروتوتايب، عشان كده سميناها شغال. لو حاجه فعاله وشغاله فعلا تقدر تقدم في الكومبيتيشن دي. احنا عندنا السنه دي 10 جوائز ليها، هي باب التقديم اتفتح بقاله كام اسبوعين وهيقفل ان شاء الله يوم 15 اكتوبر. الجوائز بتاعتها 25000 جنيه، وفي كمان 3 سبيشال برايزز من مقدمه من يمكن.com. يمكن هي مهتمه اكتر بكل الحاجات اللو تك، انتوا بتستخدموا حاجات بسيطه عشان تعملوا البروتوتايب دوت وتخلوا المشكله ابسط، وهو ده الهدف ان احنا بالابتكار بتاعنا نقدر نحل كل المشاكل اللي في المجتمع بتاعنا على المستوى المحلي والمستوى الاكبر. فسبيشال برايزز مختلفه، واحده $1000، واحده $600، واحده $400، ومش بنسال بعد كده برضه عملتوا ايه. وكمان مش بس بنقدم فلوس، احنا مهم جدا طبعا ان يبقى الناس تاخد فلوس عشان تقدر تاخد خطوه جديده، بس كمان اتفقنا مع ناس بتشتغل اكتر على تصوير الفيديوهات ومتخصصين اكتر، لو تعرفوا برضه يمكن وناس ثانيه.
مش هقدر اقول دلوقتي غير لما نقدر نعمل دوت بطريقه رسميه، ان هم يصوروا فيديوهات ويعلنوها بطريقه اكاديميه وعلميه اكتر، عشان خاطر الناس تقدر تستفاد بالماتيريالز والعلم اللي عندنا ويقدروا يطوروا عليه سواء شباب او اكبر او اصغر. الكومبيتيشن ديت معموله لكل الناس المصريين، مش بس عندهم اللي هم الكليه او اكتر، لا هو من اول 18 سنه لاكبر، وممكن يعملها الناس باي تيم او حد لوحده ما دام عنده بروتوتايب. الجوائز زي ما كنت قلت قبل كده، في عندنا 10 فائزين كل واحد ب 25000 بلس الثلاثه اللي مقدمينهم يمكن دوت كوم. يمكن كمان بلاتفورم، بليز زوروا الموقع بتاعهم يمكن دوت كوم. هما بلاتفورم لكل الحاجات الافكار البسيطه اللي تقدر تساعد على المستوى الحرفي للناس البسيطه او المستوى الاعلى. ازاي تقدموا للكومبيتيشن بتاعتنا؟ هتلاقوا الابلكيشن اون فيسبوك. ممكن دلوقتي نبصوا لو في اي اسئله في الابلكيشن، وهو بالانجلش بس هو بسيط جدا، مش محتاج اي مشاكل، ولو حد عنده مشاكل في الموضوع هو انجلش فبيبعت لنا ايميل على الايميل الموجود في الابلكيشن، ممكن نساعده في اي حاجه تفصيليه اكتر. ولازم يبعت لنا دقيقه متصوره بطريقه بسيطه عن البروتوتايب، عشان احنا لما نيجي نودي الابلكيشن بتاعه للجنه التقييم، اللجنه اللي هتقيم تعرف ان في بروتوتايب، نبقى متاكدين بس ان في بروتوتايب فعلا شغال، حتى لو انتوا لسه في نص البروتوتايب ما خلصتوهوش، او حتى لو انتوا لسه بتبداوا فيه، يعني نعرف انتوا في انهي مرحله. وفي الابلكيشن كمان في جزء موجود انتوا في انهي مرحله دلوقتي في البروتوتايب بتاعنا، ودوت هيوضح الفيديو المفروض. ويبقى موجود فيه ليتر من حد اكسبيرت اكتر، يعني حد متخصص، عشان خاطر نبقى واثقين. احنا دلوقتي مش متخصصين، احنا عندنا لجنه كلها من دكاتره مصريين لازم بيشتغلوا في مصر او بره مصر. هما بياخدوا الاول على حاجه ان هما مثلا مش هيستخدموا الحاجات ديت وهيقيموها بطريقه كذا وكذا وكذا، واحنا اللي بنعمل الشيت بتاع الايفاليويشن وبنعدي عليهم، وهم على اساس ده بيقيموا. فالليتر اوف ريكومنديشن دي هتبقى من حد اكسبيرت، مش لازم حد دكتور، بس حد متخصص في المجال ده، متخصص مش لازم يبقى دكتور. مثلا انا هعمل اي حاجه، هعمل ساعه مثلا بطريقه معينه، فهروح لحد متخصص في صناعه الدواء بالطريقه دي. السبونسرز بتوعنا السنه دي في الكومبيتيشن بتاع شغال الكومبيتيشن موبينيل وساركو وبي جي ايجيبت، ويمكن وطبعا ده كله تحت رعايه منطقه. في اي اسئله قبل ما ندخل الابلكيشن؟ هو كل الابلكيشن والفيديو الامريكان هتبصوا على السيرش ولا هتعملها كومبريشن او هتعملها كومبريشن؟ هيبقى على ايه الكريتيريا اللي هتعمل عليها؟ في الابلكيشن من فوق في بارت بتقول ان هيطلع الاول هيحصل في فيزز للابلكيشن ده، هيعدي ثرو 30 بروجكت. الاول هم اللي هيتم اختيارهم يخشوا جوه الكومبيتيشن، وهيتم اعلان اساميهم على الفيسبوك عشان الناس تبقى مستريحه عارفه مين داخل ومين مش داخل. 10 منهم هم اللي هياخدوا 25000، وال20 الباقيين هيخشوا الكومبيتيشن ثانيه بتاعت اونلاين كومبيتيشن بتاعت يمكن دوت كوم. هننزل لهم الشورت فيديوز اللي هم عاملينها على الفيسبوك، ويبقى في اونلاين فوت، وعلى السايت بتاع المنطقه المحروسه او بتاع يمكن دوت كوم، يعني حاجه بتستخدم الكتاب بتاعتها، المواصفات بتاعتها ان يبقى عندك بروتوتايب شغال بس، او هيشتغل عشان افهم من ال 30 اللي هيخشوا المسابقه لازم يكون مثلا تكون فكره مبتكره وبتحل مشكله معينه، مش مبتكره يعني بقى بنستخدم حاجات فوق، بس تكون من كتر ما هي بسيطه ومبتكره وبتحل فعلا حاجه معينه احنا مش عارفين، يعني فعلا احنا محتاجينها في المجتمع المصري، هي ديت الكومبيتيشن، يعني هي دي المواصفات. وطبعا الكتاب الدكاتره الايفاليويشن بيبقى فيه بقى شيت ابلكيشن ايفاليويشن، اللي عايز طبعا من المتسابقين او المتقدمين في المسابقه ان هو يشوف الشيت دوت ويشوف السكورز اللي خدها كل حاجه تمام. هي بتبقى متقسمه سكورز، واحنا بناكل على السكورز. مين يقدر يقدم؟ احنا اتكلمنا في الموضوع ده، هاو تو ابلاي في الابلكيشن، هتلاقوه على ذا يونج انفستور بروجرام على الفيسبوك بتاعنا، او على صفحه لو دخلتوا على نهضه المحروسه ويب سايت www.nahdatalmahrusa.org وبس. والديدلاين 15 اكتوبر، ولازم طبعا يكون الفيديو والحاجات دي. الاسئله بسيطه جدا، لان الهدف ان احنا لما كنا بنعمل ابلكيشن ساعتها الدكاتره والدكاتره دول كبار، وقالوا لنا ان اهم حاجه في الابلكيشن انها تبقى واسعه
عشان نعرف مدى الاكتفاء في رد كل مسارتين. بس وهنا ممكن تبقى تختار كذا فيس طبعا، لان الناس مش بتبقى تخصص حاجه معينه. احنا طالبين من اول 18 سنه، ممكن يبقوا اصغر ممكن يبقوا اكبر، ممكن تبقى ناس عندها 35 سنه ما درستش اصلا هندسه بس عندها فكره معينه عشان مش فاهمه. بس والاسئله بسيطه جدا ممكن نعديها ولو في اي حاجه. ومش طالبين نعرف انتوا عندكم كام حد في التيم بتاعكم، اكتر من احنا لازم يبقى عندنا كونتاكت على الاقل 2، او لو طبعا انت حد واحد تبقوا كام او سؤال. وبتشتغل فين او انت بتدرس ايه دلوقتي، وقول لنا بقى تفاصيل اكتر عن الممبرز اللي عندكم وكونتاكت بيرسون وتاني كونتاكت بيرسون. بس في اي اسئله ممكن اساعدكم بيها؟ لو محتاجين اي حاجه تقدروا توصلوا بيها. عرفتوا الويب سايت وعرفتوا البيج بتاعتنا فين؟ تحبوا نفتح الويب سايت تشوفوه؟ اوكي. دوت الويب سايت www.nahdatalmahrusa.org. لو دخلت على السوشيال انتربرايز هتلاقوا باي انكوبيتد بروجكت. انكوبيتد سوشيال انتربرايز هنلاقي تاني واحد على طول دايما انكوبيتد او الكوبرا او لو اذا فاكر الشات. انا برضه بيج على الفيسبوك. هنلاقي كل الديتيلز بتاعتنا هنا. ولو قررنا على الصفحه الاساسيه هنلاقي في الايفنتس بتاعت جمعيه نهضه المحروسه المسابقه نفسها والابلكيشن، وده شغال دوت الفيديو بتاع الكونفرسيشن. بس دي صفحه. وارجوكم احنا دايما بنرد على الاسئله دايما اول باول، فلو عندكم اي اسئله ممكن تبعتوها لنا على البيج او ممكن تزورونا في جمعيه نهضه المحروسه. احنا في طلعت حرب في ميدان طلعت حرب في رقم 17 فوق عرفه. بنرحب جدا انكم تيجوا تزورونا خاصه في مواعيد